3 حاجات هتخليني احب الشخص اللي قدامي او يبقى ليه مكانه عاليه في قلبي. يا اما ان هو شخص مشهور متميز في شيء كده يعني، والناس كلها اللي حواليا بتتكلم عليه، مدرس، مدير، دكتور كبير، لعيب كوره، فنان مشهور، ايا كان هيبقى غصب عني كده ليه مكانه في قلبي كده، واخداه قدوه ليا وادافع عنه كده حتى لو انا ما اعرفش معلومات كفايه عنه. او ان هو شخص انا برتاح في الكلام معاه، يعني وانا بكلمه كده بيسمع لي، وانا بكلمه بيطيب خاطري، بيكملني في حاجات، يعني برتاح كده وانا بتكلم معاه. يا اما ان هو يكون كده نعمه من عند ربنا مديها للشخص وواضع عليه القبول في الارض، وده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه ان الله اذا احب عبد ينادي جبريل: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء. ثم يوضع له القبول في الارض، والعكس اذا ابغض فلان بيوضع له البغضاء في الارض. طيب خلاص كده انا حبيت عشان سبب من الاسباب ال3، ولكن هل كلهم بيستمروا في قلبي، ولا في ناس بيضيع الانبهار وبكتشف ان هم ما هواش الجوهره وهم طلعوا فالصوا، واروح اردم عليهم ولكني كنت عارفاهم قبل كده؟ ومين فيهم اللي لا ده انا كل ما يحصل معايا موقف ابتدي ادور كده وافتكر موقف حصل معايا مع الشخص الفلاني وحكمه خدتها من التعامل معاه وما زال محبته في قلبي موجوده. هنا بقى افتكر قول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله العظيم. بمعنى اي واحد من ال3 دول لو هو ماشي في طريق مش صح، يعني كل انبهاري بيه كانت في حاجة اصلا تغضب ربنا او في حاجة اصلا دنيوية، خد بالك هتاخد وقتها وهتزول، هتاخد وقتها والانبهار ده هيروح، او انا هقرب اكتر لربنا وبالتالي انبهاري بالشخص ديت هتزول. يعني من الاخر كده بفلوسك ممكن تحجز ترابيزه في مطعم، ممكن تحجز اوضه في فندق، ممكن تحجز شقه في عماره، لكن مش ممكن ابدا هتحجز مكان في قلب اللي قدامك غير بطاعه ربنا سبحانه وتعالى. ونفتكر قول ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.